السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طب يا شباب، النهارده معانا فيديو مختلف شوية. طبعا كلكم عارفين محتوى القناة عندي باستثناء ان احنا بنقدم مراجعات لكل الموبايلات اللي بتنزل او بنقدم حلول لكل المشاكل اللي بتقابل اي موبايل انت بتستخدمه. عندنا محتوى فريد وحصري داخل القناة، وهو اننا بننزل اكتر من ستور في اماكن مختلفة عشان نقرب على كل المتابعين، وبنعرض من خلالهم اسعار الموبايلات المستعملة والجديدة، وبحاول على قد ما اقدر اجيب لكم افضل اسعار وهدايا وعروض على الموبايلات اللي انتوا لو اتواصلتوا مع اي ستور منهم تقدروا تاخدوها. والحمد لله لقيت اقبال قوي جدا من المتابعين عندي مع اي مكان بصور معاه، وده اللي خلاني قدمت فيديو واثنين وثلاثه و10، وزي ما احنا مستمرين في السلسله بتاعتنا. ولكن خليني اقول لك برضو ان في بعض المتابعين، مش كلهم طبعا، بداوا يقولوا بعض الملاحظات، وعشان كده انا جيت ارد عليهم النهارده. زي مثلا في ناس من غير ما تتعامل اصلا مع المكان خالص بتبدا تقول في الكومنتات ان الاسعار دي اكيد مش حقيقيه، العروض دي ما حدش بياخدها. حد تاني مثلا ممكن يقول لي انا اتواصلت مع المكان لقيت الاسعار مختلفه تماما عن اللي انتوا قلتوها داخل الفيديو. او حد تاني مثلا يقول لي انا اشتريت الموبايل لقيت فيه مشكله وحاولت اتواصل معاهم محدش حل المشكله. كل ده انا جاي اجاوب لك عليه النهارده. بس قبل ما ابدا معاك انا محضر لك فيديو صغير جدا لبعض المتابعين اللي تواصلوا مع الاماكن اللي انا صورت فيها، وهوريكم دلوقتي ردود افعالهم، وهوريكم الناس دي لما راحت هل فعلا بتاخد العروض والاسعار دي ولا لا. وخليني اقول لك في البدايه ان كل الناس دي عارفه ان هي بتتصور وعارفه ان الفيديوهات بتاعتها هتنزل عندي داخل القناه. انا بس جبت لكم جزء صغير جدا هوريه لكم دلوقتي، وبعدها هبدا اجاوب على كل الاسئله بتاعتكم. يلا بينا. واول مكان هنبدا بيه، قول لي كده يا طه التقسيط. لو انا مثلا عايز اقسط من عندك موبايل اقدر اقسطها وش بالبطاقه بتاعتك، تعالى وتاخد التليفون وانت ماشي. ايفون اكس بسعر 8000 جنيه 256 جيجا. ايفون 11 بالبوكس بتاعه بسعر 11500 جنيه. حرفيا ده اقوى سعر ممكن تشوفه. ايفون 11 برو ماكس بسعر 14000 جنيه. الجهاز مغير بطاريه بس، مساحه 256 بالبوكس بتاعه. مبروك عليك. خدت جهاز ايه؟ جاي من عند محمد المكتري. لقيت الاسعار مظبوطه زي ما انت خدته وما زي ما انت ما سمعت. مبروك عليك حبيبي. مبروك عليك. اشتريت ايه؟ ايفون 11. لقيت السعر زي ما في الفيديو وخدت الحاجه معاه. جرابه سكرينه. مبروك عليك. خدت جهاز ايه؟ لقيت السعر تمام والجهاز تمام. انت جاي من على قناه محمد المكتري، يستر الاسعار بتاعته 100 100. ايفون 11 256 مع البوكس بتاعه، بطاريه 95%، طالع معاه موبايل هديه نوكيا، ايربودز، جراب، سكرينه، شاحن. انا مش عارف امسك العروض. انا معاك. كل ده يا شباب انا هحسبه لمتابعينك 10000 جنيه. زيرو ضريبه. كم؟ 10000 جنيه. اي سكرينه لاي موبايل حتى لو كان 16 برو ماكس بسعر جنيه. جاي لنا منين يا كبير؟ جاي لك من طرف محمد المكتري. خدت ايه؟ خدت الايفون مع العرض الانكر والتليفون نوكيا والسكرين. حبيبي حبيبي. بص بقى يا محمد، هتاخد مني اسعار لمتابعينك الله ما شفتهاش في مكان تاني. 13 برو ماكس، تسمع سعر بقى ما شفتوش في مصر كلها. بجد تسلم ايديكم والمعامله كويسه احسن معامله جدا. حقيقي. احنا جينا لقينا الموبايل جاهز جدا والمعامله كلمناهم على الفيديو قلنا لهم ان احنا عايزين 14 برو ماكس، فجينا لقينا ونفس جاهز اللون اللي عاوزينه وكل حاجه. بجد تمام بجد معاملتهم جدا. حلوه جدا. انا جيت الشيخ ستور من عن طريق النت واليوتيوب وكده. بصراحه هو احسن معامله، وتعالوا يا جدعان زوروا الكلام ده وان شاء الله تتبسطوا يعني. اكس ار ب 9000 جنيه. ثواني بس، قول لي انت بتنزل ب 300 جنيه؟ نزل. احنا هنتكلم في اي موبايل مستعمل هنطلع معاه شاحن، سكرينه اماميه وسكرينه خلفيه وهاند فري وجراب. اديني عرض تاني، يلا خش عليا. هنتكلم في عرض تاني، جهاز هديك معاه جهاز هديه زي كده، تاخده لابنك الصغير، تاخده لاي حد. هديك معاه جهاز هديه، تختار الجهاز اللي يعجبك. وكمان معاه سكرينه شاحن، اماميه، سكرينه هاند خلفيه، فري، شاحن، شامل هاند كل فري، العروض. جراب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احنا النهارده مي شرفتنا وعميله جديده معانا في المكان، وجت خدت مننا جهاز، واتمنى نشوف رايها في المكان ايه ان شاء الله. هو الجهاز حلو جدا وخدته بسعر كويس قوي، والهدايا بتاعته كمان كويسه، وبجد المكان حلو قوي، وحتى الموجودين في المكان بيتعاملوا بطريقه كيوت جدا. بجد شكرا قوي. المهم المعامله كيوت. ما شاء الله. انا النهارده الصبح شفت فيديو الشيخ محمود وجيت له يعني من المعادي، وبصراحه الناس كرمه جدا، واداني الجهاز بسعر كويس، وكمان اداني هدايا الظهر والسكرينه اللي هي بالمكنه. اهلا وسهلا. احنا جينا بناء على الفيديو بتاع اليوتيوب، تمام. واستاذ محمود يعني معامله الله اكبر، يعني مفيش كلام. ايفون 14 برو ماكس
مساحه 256 بالبوكس بتاعه، بطاريه 98%، كل ده هيطلع بسعر 40,000 جنيه. كلم المكتري. 3 8. خدت ايه؟ خدت جهاز ساعة كام؟ 256. بطارية كام؟ بطارية 100%. اقول لك ان هي مغيرة بطارية ولا ما قالكش؟ قالوا لي ما قلت له المكتري قال لك ايه؟ قال لي هننزل لك 500 جنيه. انت جاي منين؟ جاي من رمسيس. تبع مين؟ تبع المجتري. خدت ايه؟ خدت اكس ماكس. وزي ما انتم شفتوا دي كانت اراء كل المتابعين اللي راحوا. طبعا انا ما عرضتش كل الناس لان زي ما قلت لك الفيديو كانت مدته هتتخطى ال3 ساعات، انا عرضت لكم جزء بسيط. تعالوا بقى نجاوب على الاسئله اللي قلناها في بدايه الفيديو وعلى بعض الملاحظات اللي اتقالت. خليني اقول لكم ان الملاحظات دي كانت قليله جدا، ولكن انا بهتم بكل متابع عندي في القناه، وده اللي خلاني قدمت الفيديو ده النهارده. اول سؤال جالي وهو ان اكيد الاسعار دي مش حقيقيه والعروض مش حقيقيه. اعتقد الفيديوهات اللي فاتت اكبر اجابه على الكلام بتاعك، وده كان اول سؤال. السؤال بقى هو ان حد يقول لي انا جبت موبايل مثلا لقيت فيه مشكله. خلينا متفقين ان اي مكان في الدنيا انت ممكن تروح تجيب منه موبايل مستعمل، وارد ان انت يقابلك فيه مشكله، لان انت في الاول وفي الاخر بتشتري مستعمل. ولكن انا عشان احل لك المشكله دي بكل بساطه قلت يا جماعه اي حد هيتواصل مع اي مكان انا بصور فيه لو جبت منه موبايل، ودي نادرا لو حصلت ولكن وارد ان هي تحصل لان انت في الاول وفي الاخر بتشتري مستعمل. قلت يا جماعه لو قابلتك اي مشكله اتواصلوا معايا على الانستجرام، دايما بقول لكم لينك الانستجرام بتاعي موجود في وصف الفيديو. اي حد يقابله اي مشكله اتواصل معايا، وانا بنفسي هفضل متابع معاك لحد ما مشكلتك تتحل، بانك تسترد فلوسك كامله، حبيت تبدل الموبايل انا بكون مسؤول قدامك ان انا اعمل لك كل الكلام ده، ولكن في الاماكن اللي بقول لك فيها على مسؤوليتي الشخصيه. يعني لو انا طلعت صورت فيديو وقلت لك المكان ده على مسؤوليتي الشخصيه انك تشتري منه، هنا بضمن لك انك تسترد فلوسك، انك تبدل الموبايل اللي انت اشتريته، ايا كان اللي هيرضيك انا بكون واقف جنبك. وانا طبعا مش اي مكان بضمنه وبقول على مسؤوليتي الشخصيه، في اماكن بعرض لك منها الاسعار وبجيب لك منها عروض، ولكن انت بتكون المسؤول في الاول وفي الاخر عن قرارك. لكن اي مكان بطلع اقول لك المكان ده على مسؤوليتي الشخصيه، المكان ده انا بكون بتعامل معاه من سنين وعارف المكان ده كويس ولا لا، عارف الاجهزه اللي بتطلع عنده فيها مشاكل ولا لا. عشان كده دايما بوضح لكم في بعض الفيديوهات بقول لك المكان ده على مسؤوليتي الشخصيه. لو ما قلتش انت في الاول وفي الاخر بتكون مسؤول عن قرارك. وخليني اقول لكم ان بنسبه 100% اي حد بيتواصل معايا على الانستجرام حتى لو راح لاي مكان انا صورت فيه وبيقول لي انا جبت منه موبايل، برجع وبقول له خد الموبايل واكشف عليه في مكان واثنين وثلاثه. ولو اي حد دلوقتي من الناس اللي بتتواصل معايا شايفني هيعرف ان انا قلت له الكلام ده. انت بتشتري موبايل مالكش علاقه بيا خالص، من حقك انك تاخد الموبايل تكشف عليه في مكان واثنين وثلاثه. لقيت مشكله في الموبايل انا هبقى معاك لحد ما تسترد فلوسك، حبيت تبدل الموبايل كل ده بيبقى بكل سهوله. ولكن خليني اقول لك بقى في نهايه الفيديو انا اللي يهمني في الاول وفي الاخر هو المتابع بتاعي. يعني انا اللي يهمني في المحتوى اللي انا بقدمه، خلي بالك المحتوى ده بيكون مرهق جدا بالنسبه لي، كون ان انا انزل ستور وابدا اصور فيه واعرض اسعار اكيد ده بيكون مجهود عليا، ولكن اللي يهمني في الاول وفي الاخر هو انت. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. كان معاكم محمد المكتري من قناتي على اليوتيوب، مع السلامه.